صاحب موقع بديل. في الحقيقة وقعت ضجة في الحكم ديالو في سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 150 مليون. هذا تعسف وهذا خطأ. لا نتكلم عن القضاء، قضاء عادل، هو مستقل، لا نتكلم عليه، ولكن نتكلم عن الوزير العدل الذي رفع دعوى قضائية على هذا الصحفي، كما رفع سابقا عن الطوجني وكما رفع رئيس الحكومة. فالذي يبين أن هذه الحكومة باش دير خدمتها والداري على الفساد ديالها والفشل ديالها، أنها تتحاكم وتترفع دعاوي على الإعلاميين. والأسوأ أنها رفعت على هذا الإعلامي حميد المداوي في شقه الجنايات، ماشي الإعلامي. يحق أن أي إعلامي إذا حتى لا بغى يتشكى به شخصي فاعل سياسي أو غيره أو حتى مدني في شقه الإعلامي وليس في شقه، فعلا هناك مشكل ديال أولا ديال الحوار، ديال التواصل، ديال أن الشركاء كلهم ينبغي يكونوا في تواصل، في معاملة طيبة. الأساس ينبغي أن يكون على أخلاق حميدة ما بين أطراف. الصحفي إذا أراد يتكلم في الشق الصحفي، في الشق السياسي التدبيري وغيره، ما يتكلمش في أمور اللي هي خارجة عليه، مسائل الشخصية. أنا واحد المرة شفت رئيس حزب في قطر أنه في بار وبغاو يتكلموا عليه، فكان الأولى أنهم ما يتكلموش في هذا الموضوع أكثر ما يتكلموا في الشق المنهجي التسييري التدبيري، الوعود التي وعد بها وغيرها. أما من يتكلم الصحفي يتكلم خارج الإطار ديالو والغير أخلاقي، هذا غير مقبول منه، في حين أن السياسي ينبغي يتقبل الانتقادات ديالو، وأن ربما الانتقاد ديالو هي مراجعات ومقومة بما يقوم به. ما فعله وزير سابقا مع الطوجني، الملك عفى عنه، هو تحكم عليه بواحد المدة كما بوعشرين كما غيره من الصحفيين. هذه البادرة كان على وزير العدل وغيره من المسؤولين في إطار حكومة أمير المؤمنين أنهم يعفوا على بعضياتهم. كان الذي أثير اليوم بعض الفيديوهات والمقالات أن حكومة بن كيران أو وزراءها كانوا ينتقدوا بانتقادات لاذعة، وما أحدهم رفع دعوة على شيء إعلامي، وهذه بقات لهم حسنة وإيجابية. بل الأدهى أن أمير المؤمنين حفظه الله قال لوزير العدل السابق السي مصطفى رميد أنه لا شي واحد تكلم فيا بسوء لا ما تدعوه ما ديروا ليه والو. فهذا الملك حفظه الله السدة العالية وتصفح وتسامح، فهو أولى أن هذا الوزير ينبغي أن يهتم ملي تشوف حوار داير حوار مطول وتتكلم على اللي تنتقده وأنه غادي يدعاه ومازال غادي يدعيه وعنده ملفات عليه، فمعنى أنك سير قضي غرضك. أنت درتي مخالفات كثيرة، الأولى أن تبقى كأمين عام ديال الحزب، فهما حيدوك كأمين عام، والأولى أنك ما تبقاش وزير، وأنت ما وزير. إذا التعنت ديالك والصلابة ديالك أنك تحاسب الناس بما قالوا. أنا تنقول هذا الإعلامي هذا لا ينبغي أن يتدخل في شخصه، مسائل هي شخصية تبقى شخصية. في التدبير ديالو السياسي عنده كثير من المخالفات. يقال أن هذا الوزير جمع أكثر من 120 فيديو اللي تتكلم فيه عليهم المهداوي، وحسب ليه شحال هذاك ديال من البوز، شحال هذاك ديال الإشارة اللي عليه لقى 40 مليون وطلب فيها مليار. فمعناها مسالوا الناس تجارية أن هذاك الشيء اللي جمعتي أنت ديال الفلوس من هذاك البوز اللي داروا لك في القناة ديالك خصك تعوضها ليا. ما كان سابقا أنا كنت نشوف شي فاعل إعلامي عنده شي قناة دايما تتكلم، واحد اش دار ليه حيدها ليه، ما قدرتش كيفاش يرجعها. فكان المستعمر سابقا ملي كانت الصحف تكتب تحيدوا هذاك المقال، تحيدوه من بعد، والناس الجريدة كلها تتوقف هذاك العدد، لأن هذاك الصحفيين أو الإعلاميين كلهم فقراء راه يدبرون أمورهم. فمعنى أن إلى الصحفي هذا راه كانت الجهات المسؤولة هنا كانت تديرها، إلى هذه الجريدة وقفتها ليه العدد الأول والثاني والثالث، ما عندوش باش يكملها. فلهذا
كان الاولى انه يحاسب، اما توقف ليه القناه، تحيد ليه البطاقه، تقول ليه ما يمارسش المهنه ديال الصحافه عامين 3 سنين. اما انك تسجل بالسجن ويخلص عليك غرامه، اللهم اذا منكر. وهذا ماشي من الفاعل السياسي، هذا ماشي فاعل سياسي، وزير العدل زعما اصبح متسلطا.